نطور مخرجات التنمية، خلونا نقرأ مع حضراتكم كمان. مصر تبدأ تدقيق أعداد وتكاليف اللاجئين. وتكاليف اللاجئين، لأن احنا برضو علشان نقدر نستفيد من مخرجات التنمية اللي بنعيشها حاليا وننفذ ونصل لرؤية مصر 2030، لابد أن يكون عندنا يعني تنظيم في النمو السكاني. لابد يكون عندنا تدقيق كمان في أعداد اللاجئين وتكاليف إقامتهم في مصر، لأن ده بيكون برضو من مقدرات الشعب المصري، من مقدرات التنمية اللي احنا مصر بنعملها علشان نقدر نكمل لأجيال كتيرة قادرة على الإنتاج. ومعانا للتعليق على هذا الموضوع الأستاذ الدكتور أمل حطب أمين، عضو مجلس البحوث الاقتصادية بأكاديمية البحث العلمي. صباح الخير دكتور أمل حطب. صباح الخير يا استاذة شيرين، على حضرتك وعلى كل المشاهدين. يوم سعيد على حضرتك وعام جديد سعيد إن شاء الله. النهاردة بنقول مصر تبدأ تدقيق أعداد وتكاليف اللاجئين. أهمية يا فندم، إحنا بالظبط بالحصر كده عندنا قد إيه من اللاجئين حتى الآن تقريبا؟ هو حضرتك حسب الإحصاءات الدولية، بعض المنظمات الدولية عملت حصر للاجئين، بس في ملاحظة مهمة قوي قبل الرقم ده، هو أكتر من 9 مليون. بس الملاحظة خلي بال حضرتك إن العدد ده قبل مشكلة السودان وحرب السودان، يعني وقبل مشكلة ممكن غزة. قابل للزيادة، وزيادة كبيرة يعني مش نعم. طيب أهمية تدقيق أعداد اللاجئين وتكاليف اللاجئين. لا، مهم جدا في كذا حاجة. هو في شوية أرقام حضرتك مهمة قوي إن ناخد بالنا منها قبل ما أتكلم على أهمية التدقيق. هي في نقطة مهمة قوي. إحنا عندنا حوالي 60% من بقالهم حوالي 10 سنين، و6% من حوالي 15 سنة أو أكتر. الرقم المهم اللي أنا عايز أقوله لحضرتك ده مهم جدا، إن حوالي 37% منهم بيشتغلوا أو بيعملوا في وظائف ثابتة. ده رقم مهم جدا، يعني ما حدش واخد باله منه، أو يعني ما حدش انتبه له، أو يمكن في ناس منتبه له، بس ده لازم الدولة تنتبه له. ليه بقى حضرتك؟ عارفة حضرتك 37% دول يعني كام لاجئ بيعمل في وظيفة ثابتة؟ حوالي 3 مليون ونص. 3 مليون ونص وظيفة ثابتة دي، يعني لو دخلت سوق العمل المصري للمواطنين المصريين تحل أزمة كبيرة جدا. بالظبط. أزمة كبيرة جدا في البطالة طبعا. رقم كبير جدا ومهم جدا في في الاقتصاد المصري. هي بالنسبة للتدقيق بقى، أرجع لسؤال حضرتك اللي هو تدقيق الأعداد. ده مهم ليه حضرتك؟ ده مهم لأنه ده يعتبر أول إحصاء رسمي عن أعدادهم، وده مهم في إنه هيعمل أو بيعد قاعدة بيانات دقيقة عن أعدادهم وجنسياتهم وسبب اللجوء. ده مهم جدا. ليه مهم؟ بيسهم أو بيكون له مساهمة كبيرة حضرتك في تقديم الدعم والمساندة للمستحقين، مش لأي حد بقى. يبقى أنا لما هساند أو هدعم، يبقى هدعم المستحق طبقا لقاعدة البيانات اللي أنا هنشئها. وفي الوقت نفسه حاجة مهمة جدا إن أنا برضو أسدد مستحقات الدولة عن الخدمات والموارد اللي بتقدم ليهم. حضرتك 10 مليون دي يعني أكتر من 3-4 دول، يعني ممكن يعني تعدادهم لو جمعنا 3-4 دول في المنطقة العربية ممكن يا أقول لهم فندم ده في بنسبة دولة عدد بلاش. سكانها في الدول العربية 350 ألف، يعني ما آه عدد كبير. ما انا بقول لحضرتك، لو حضرتك عدينا كده 3-4 دول، هتلاقي 3-4 دول يعني بنفس التعداد بتاع اللي هو اللاجئين حضرتك. طب طبعا يعني حاجه مهمه جدا الرقم ده طب ننتبه له كيف يعني. تقرأ حضرتك من منظور علمي اقتصادي آلية التعامل مع هذه القضية؟ القضية دي لازم يتعامل معاها من منظور طبعا سياسي، يبدأ يتكلم فيه المتخصصين في السياسة،
واجتماعي واقتصادي. من ناحيه، اولا من ناحيه برضو مهمه قوي ان انا لازم يكون في لينا دعم دولي. حضرتك كل الدول ده مش عيب، يعني مصر طول عمرها كريمة، يعني فوق الوصف، يعني كريمة لدرجة انها في عز احتياجاتها، في اشد ازماتها الاقتصادية، زي ما احنا حاليا في اشد ازمة حياة كريمة اقتصادية. بتساند الشعب الفلسطيني يا فندم، وفاتحين أبواب التبرع وكل سبل التبرع للشعب الفلسطيني. بالإضافة قبل كده في أزمة كورونا مصر أرسلت مستلزمات طبية لكافة الدول، للعديد من الدول الإفريقية ودول الجوار. ده اكيد. فبالاضافه لكده بقى لازم احنا بقى نطلب دعم الدول العالم، لان احنا بنبعد عنهم مشكله. حضرتك اللاجئين ال10 مليون او ال9 مليون دول، احنا لو ما استضفناهمش عندنا كان ممكن يكون جزء منهم كبير يهاجروا هجره غير مشروعه، اللي هي بتعمل مشكله لكل دول العالم وخصوصا دول اوروبا. نعم. فاحنا بنمنع مشكله عنهم، يبقى لازم يقدموا لنا دعم. دي مش عيب خالص يعني. وخلي بال حضرتك في دول كتير اللي هي بالذات على البحر المتوسط بيتقدم لها دعم بدون ذكر اسماء. بسبب ايه؟ ان عشان تمنعي الهجره الغير شرعيه واللاجئين هديك دعم كذا مليار يورو وكذا مليار دولار وهكذا. ده اولا. بالنسبه للناحيه الاقتصاديه، احنا لازم يكون في مهم جدا اننا يا جماعه نعمل رسوم للي بيشتغل بالدولار، زي دول العالم كلها. دول الخليج اللي هي الغنيه بتعمل حضرتك رسوم، ورسوم عاليه جدا للاقامه وللعمل. احنا لازم نقنن الموضوع دوت. مش اي حد يشتغل كده وما يدفعش رسوم. ورسوم الكلام اللي يعني ما اعرفش الرسوم قد ايه دلوقتي اذا كانت بتدفع. لا، لازم يدفع رسوم بالدولار، وزينا زي الدول اللي حوالينا الخليجيه على الاقل، يعني بالتأكيد، ابسط يعني حاجه. احنا طلع ومصر فعلا الاتحاد الأوروبي أشاد بأن نجحت مصر في الحد من الهجرة غير الشرعية. طب واحنا كمان مستضيفين عدد كبير، ده اللي متعارف عليه، لكن برضو في ناس لم يتم حصرها وما زال العدد بيزداد طبقا لمشاكل المنطقة والمنطقة المحيطة يا فندم. فيعني لابد فعلا زي ما حضرتك قلت يكون في دعم للجهود اللي بتقوم بيها الدولة المصرية، وتكون في رسوم زي ما حضرتك قلت. بشكر الدكتور أمين حطب أمين، عضو مجلس البحوث الاقتصادية بأكاديمية البحث